أهم انتصارات المسلمين في رمضان. من العجيب أن نتكلم عن شهر رمضان وكأنه شهر الكسل. نستعرض أهم المعارك والفتوحات في شهر رمضان، وسيعرف لماذا يريد شياطين الإنس أن يحولوه إلى شهر مسلسلات وسهرات، فقد أتعب هذا الشهر أعداء الإسلام كثيرا. غزوة بدر، معركة الفرقان الكبرى، أولى معارك الإسلام. فتح مكة، رمضان السنة 8 للهجرة. معركة البويب، انتصر فيها المسلمون على الفرس في منطقة البويب في العراق. معركة القادسية، انتصر فيها المسلمون بقيادة سعد بن أبي وقاص على الفرس. معركة النوبة، انتصر فيها المسلمون بقيادة عبد الله بن أبي سرح على القبط. فتح جزيرة رودس، فتحها المسلمون بقيادة جنادة ابن أبي أمية، وهي جزيرة كان الروم يغيرون منها على مراكب المسلمين ومدنهم الساحلية. فتح بلاد الأندلس، انتصر فيها القائد طارق بن زياد على جيوش القوط. فتح الهند وباكستان، فتحها القائد القاسم بن محمد الثقفي. فتح عمورية، بعد أن أغار ملك الروم على بلاد المسلمين وقطع أنوف وآذان أسر المسلمين، فتحها الخليفة المعتصم، وهي من أحصن مدن الإمبراطورية البيزنطية. فتح سرقوسة، فتحها جعفر بن محمد، وهي أكبر مدينة في جزيرة صقلية. معركة حارم، انتصر فيها المسلمون على الفرنج وحررت منطقة حارم. معركة عين جالوت، انتصر فيها المسلمون بقيادة السلطان قطز على التتار بعد أن قتلوا الملايين في العالم الإسلامي. فتح أرمينيا، فتحها المسلمون بقيادة الظاهر بيبرس. معركة شقحب، انتصر فيها المسلمون على التتار في سهل شقحب بالقرب من دمشق. فتح البوسنة والهرسك، انتصر المسلمون بقيادة السلطان العثماني مراد الأول على التحالف الصليبي. فتح جزيرة قبرص، بعد أن سقطت قبرص واتخذها الصليبيون قاعدة ينطلقون منها لحملاتهم على العالم الإسلامي، ففتحها السلطان المملوكي المسلم الأشرف برسباي. شارك هذا الفيديو، فالدال على الخير كفاعله.